طيب أهلا بيكم بقناة مايكا جروب، وأنا عمرو مصطفى. وسؤال بيتكرر كتير كتير جدا، بنسأل ونقول أنا ممكن بدل ما أكسر السيراميك ألزق سيراميك على السيراميك، سواء كان أرضيات أو حوائط حمامات أو صالات إلى آخره. هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب تعالوا عشان نجاوب على السؤال ده ناخد بالنا من بعض الاشياء المهمة قوي اللي تخلينا في الاخر نقول ينفع او لا ما ينفعش. اول حاجة، انا في البيت اللي انا هلزق فيه سيراميك على السيراميك، انا البيت دوت بقاله كام سنة مبني. ليه؟ انا لما احط سيراميك على سيراميك يعني بعمل حمل على حمل. السيراميك اللي موجود ده هو عامل وزن على البيت نفسه، على الاساسات بتاعته، على الحديد بتاعته. فهو بقاله كام سنة؟ هل الحديد ده لسه بصحته في بدايته ولا في نهايته؟ ولا يعني لو بيت عنده 100 سنة زي بيت عنده 50 سنة زي بيت بقاله 5 سنين أو عمارة؟ يعني لا طبعا، الموضوع بيفرق كتير. أدي أول حاجة. تاني حاجة، أنا في الدور الكام؟ ما هو برضو التسليح بتاع الحديد في الدور الأخير غير التسليح بتاع الحديد اللي في الدور الأول. أنا ساكن في برج ولا ساكن في عمارة دورين ثلاثة؟ كل دي أشياء لازم أسأل نفسي فيها أسئلة كده مهمة وآخد بيها أجوبة عشان أعرف أقول. الحاجة الأهم من كده، المفروض إن السيراميك دون لما اتلزق، هو الحيطة مثلا عندنا كانت 4 في 4 مقاس الغرفة مثلا، فأنا لما حطيت سيراميك على الأرض أو الحمام حطيت على الحوائط، هو خد من المساحة دي المسافة اللي هي بتاعة المونة وبتاعة السيراميك نفسه. فممكن في صنايعي بيحط مثلا مونة سنتي، في واحد بيحط سنتي ونص. كل صنايعي وحسب ايده وحسب شغله. فدي خدت مثلا سنتي ونص من هنا، ودي خدت سنتي ونص من هنا، يعني انا قللت من المساحة 3 سنتي. لما اجي احط مادة والزق فانا هقلل سنتي كمان. هل لما اقلل سنتي ده هيأثر على الحمام مثلا؟ هل لما اجي ارص فيه غسالة او احط بانيو او القعدة او القدمة او الحوض او الكلام ده كله، هل انا لما احط الكلام ده هل هيأثر في المساحة فهيفرق معايا؟ الناس دايما عايزة البراح، عايزة توسع، لكن انا لما بحط سيراميك على سيراميك بعمل طبقة على طبقة، يعني بقلل من المساحة. فهل انا لما هقلل المساحة هل هيفرق معايا؟ فالموضوع عشان اخد القرار لازم اسأل نفسي اسئلة كتير جدا، وفي الاخر اخد القرار. من ضمن الأسئلة المهمة جدا نوع المادة اللي هلزق بيها. ما هو في مادة بتبقى تركيزها متوسط، في مادة تركيزها عالي، في مادة تركيزها عالي. الحمام بيبقى فيه حرارة، فيه بخار نتيجة السخان والمية. هل ده هيتماشى مع المادة اللي أنا لازق بيها ولا لأ؟ هل البلاطة نفسها فرز أول، فرز تاني، فرز تالت؟ كل أسئلة لازم أجيب ورقة وقلم وأحطها وأجاوب عليها. في الآخر يطلع لي كده نتيجة، النتيجة بتاعت الإجابات لا لا لا، أشوف كام مرة قلت ينفع وكام مرة قلت ما ينفعش، وبناء عليه أقدر في الآخر أخد القرار. الموضوع سهل، بس ناخد القرار الصح وإن شاء الله كل حاجة تبقى حلوة. ما تنسوش الدعم الفني عندكم موجود، ومواد مصانع مايكا جروب منتشرة في كل مكان، واحنا دايما بنحاول ان احنا نرد على الاسئلة الشائعة عشان نكون عند حسن ظنكم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.